قطار بالكامل محجوز لجمهور الزمالك لأسوان لمباراة الزمالك مع أسوان في أسوان. ورسميا الأهلي يستجيب لأول مطالب مارسيل كولر ونقل مباراة الأهلي وبيراميدز إلى استاد القاهرة الدولي ودخول الجمهور بأدوات التشجيع ونجاح عملية الرباط الصليبي لأكرم توفيق وسب رضا عبد العال لمارسيل كولر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت كل اللي بيشوفنا يدعمنا بلايك واشتراك في القناة فضلا وليس امرا، دعما لحبيبك واخوك سوبر اهلاوي. حضرتك تكرم علينا بلايك على الفيديو واشتراك في القناة لو اول مرة تتابعنا او تشوفنا، وفيديو جديد على قناة سوبر اهلاوي، ولايك على الفيديو واشتراك في القناة. قطار مخصوص لجمهور الزمالك لأسوان. طيب في حاجة دلوقتي عايزين نعرفها احنا، هي ألا وهي جمهور نادي الزمالك قطار مخصوص جاي لأسوان محجوز من القاهرة. تمام، كلنا عارفين ونعرف ان نادي الزمالك محجوز على أرصدته في البنوك لممدوح عباس وللضرايب بعد الخطاب اللي طلعه مرتضى منصور. يعني النادي مفلس، نادي مفلس. بيجيب منين الفلوس دي كلها علشان يحجز قطار مخصوص من القاهرة لأسوان رايح جاي على أسوان علشان ينقل جمهور الزمالك؟ هل أسوان نفسها بقى مفيش جمهور لنادي الزمالك يحضر له المباراة بتاعته؟ لما هتجيب جمهور من القاهرة معنى كده ان انت تمركزت على جمهور القاهرة بس هو اللي بيشجع نادي الزمالك. يعني أسوان ما فيهاش جمهور للزمالك يجي يشجعها في مباراته؟ طب ما الاهلي بيلعب في اسوان وبيلعب في المحله وبيلعب، ما بنشوفش النادي الاهلي بيطلع اتوبيسات على حساب الدوله او يحجز قطارات ويودي جمهوره فيها؟ واقرب مثال كان النهائي بتاع دوري ابطال افريقيا مع الوداد، لما حب النادي الاهلي يودي جمهوره وقال لك هنشيل جزء، طلع وزير الشباب والرياضه وقال لك ده مخالف للوائح والقوانين. والاهلي يستجيب لمطالب كولر بعد اعجابه باستاد القاهره وارضيه ملعب استاد القاهره. قال لك بس انا عايز انقل مباراتي بدل ما في الاهلي والسلام، لا هنخليها في استاد القاهره. وطبعا سرعان ما النادي الاهلي تقدم بطلب لاتحاد الكره ووزاره الداخليه وتم الموافقه عليه بنقل المباراه من الاهلي والسلام الى استاد القاهره الدولي. وده ان شاء الله بدايه الاصلاح مع النادي الاهلي ودخول جمهور النادي الاهلي بكل سلاسه ان شاء الله لتساوي الجمهور بين جمهور نادي الزمالك. كلنا بنشوف جمهور نادي الزمالك بيدخل استاد القاهره بكتير قوي وبادوات التشجيع، وما كانش النادي الاهلي جمهوره بيدخل بادوات التشجيع، ولكن تم الموافقه عليه مع بالتنسيق مع وزاره الداخليه ان شاء الله والجهات الامنيه ان شاء الله باذن الله ان الجمهور النادي الاهلي هيدخل مباراته امام بيراميدز يوم الاثنين واحد ان شاء الله، يوم الاثنين القادم باذن الله الساعه 7 مساء بتوقيت القاهره. جمهور النادي الاهلي هيكون في استاد القاهره. ورغم ذلك الاهلي لغى موضوع ال1000 دعوه اللي كانت عاملاها تذكرتي علشان تقلل الجمهور. دلوقتي النادي الاهلي ضاف ال1000 دعوه خلاها تبع الجماهير، يعني هيبقى 3000 مشجع يخشوا للنادي الاهلي، وده هو قله قليله في استاد القاهره اللي اساسا ساعه الاستاد بتعدي ال 85,000 متفرج. ولكن بدايه الغيث قطره ان شاء الله باذن الله، وكل التوفيق للنادي الاهلي فيما هو قادم. ونجاح عمليه الكابتن اكرم توفيق، والف سلامه للكابتن اكرم توفيق، والف الف مليون سلامه، ويرجع ان شاء الله البطل الاسد موفاسا ان شاء الله باذن الله الى عرينه ان شاء الله للنادي الاهلي في اقرب وقت، بعد ان شاء الله باذن الله على العمليه في تاهيل في قطر. وبعد كده ان شاء الله باذن الله يرجع، وسرعان ما هيرجع اكرم توفيق وهيكون احسن من الاول. بس كده كده الموسم انتهى بالنسبه لاكرم توفيق، لان بعد العمليه اللي وقال لك نجاح العمليه هو الدكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق، كان مع اكرم توفيق في النمسا، واللي عمل العمليه السنه اللي فاتت لاكرم توفيق هو الدكتور النمساوي، نفس الدكتور اللي عمل العمليه المره دي. فان شاء الله باذن الله
كل التوفيق لاكرم توفيق، ونرجع بالف سلامه ان شاء الله. والكابتن رضا عبد العال طالع بيقول، علشان تعرفوا المكيده يا جدعان، طالع بيتكلم وبيقول على مارسيل كولر ان هو حلنجي وكفتجي. يا ريت جمهور النادي الاهلي ما يسمعش لكلام واحد زي ده، لان رضا عبد العال مش عايز حد يسمع الا صوته هو او يبقى رايه هو بس في الكلام. وبيتكلم حتى بالاماره، اتكلم على الكابتن عمرو السوليه واليو ديانج وحمدي فتحي، قال لك دول عاملين زي اللي بياخدوا تربه حشيش. يعني حتى الفاظه ما تحفظش عليها في قناته مع اسلام اللي هو اسلام صادق، اللي هو اسلام غير صادق، طالع بيشحن في رضا عبد العال، ورضا عبد العال يهيج ويصيح على النادي الاهلي. ويا ريت جمهور النادي الاهلي ما يمشيش ورا كلام رضا عبد العال، لان ده واحد فاشل اصلا. رضا عبد العال ده واحد من المدربين الفاشلين، اللي هو اول حاجه عملها مسك طنطا في الدوري الممتاز، نزل بيه للدوري الممتاز به، بعد كده نزلوا الدوري درجه ثالثه لفريق طنطا. ولذلك رضا عبد العال مهما يقول ومهما يعمل مش هيعلي على جمهور النادي الاهلي. وكلنا شفنا فرحه جمهور النادي الاهلي ومساند جمهور النادي الاهلي بالقرار اللي اتخذه النهارده الاهلي برجوع الاهلي الى استاد القاهره. وان شاء الله باذن الله كلنا نساند الفريق ونساند المدير الفني. مش عايزين نسيح ورا الاعلام المضلل للنادي الاهلي، ولكن عاوزين نساند النادي الاهلي وما نصحش ورا الاعلام اللي هو بيجي على النادي الاهلي وبيعاوز يضلل الجمهور النادي الاهلي. وفي الختام يا ساده ما تنسوش الاشتراك في القناه ولايك على الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.